كل يوم باشيل الهَم، هاقوم أغسل المواعين، يا ترى عندي صابون، يا ترى عندي سلك، يا ترى عندي أريال للغسالة أو رابسو للغسالة، كل يوم. باجيب إزازة البريل بكام؟ ب27 جنيه، يعني ب30 جنيه، وفي الآخر ما بتقعدش يومين على بعض. التركيبة دي يعتبر ببلاش. ليه؟ أنا جايباها ب25 جنيه، تركيبة جميلة جدًا، هتعمليها بكل سهولة في البيت. تمام؟ هابتدي أقص الكيس كويس أهو. هو معجون، في منه معجون وبودرة مع بعض، وده معجون، بس بجد أنا جربت ده وجربت ده، لقيت المعجون أحسن منه ما فيش. باحط الأول لتر مَيّة، ده اللي مكتوب على الكيس، وبافتح الكيس وبابتدي أقلّب. أهم حاجة في الموضوع ده التقليب الكتير. تمام؟ عاوزة أقول لكم إن يمكن إحنا أغلبية استهلاك مرتباتنا على المنظفات بس. المنظفات دي بجد مشكلة. دبّري وفّري لبيتِك ولعيالِك. أمّا تجيبي كل يومين إزازة بريل ب30 جنيه، والّا تجيبي كيس ممكن يقعد معاكِ أسبوعين أو 3. لو أنتِ كمان شاطرة ومدبّرة، حاولي بقدر الإمكان نُقف جنب أزواجنا في الأوقات ديّة بسبب الظروف المادية اللي إحنا فيها. لو إحنا ما وقفناش جنبه، مين اللي هيُقف؟ وأنتِ سِت البيت، ال5 جنيه اللي هتدبّريها ممكن تجيبي حاجة تاني، صحيح ال5 جنيه ما بتجيبش حاجة، بس ممكن تجيبي حاجة تاني. قلّبي كويس لحد ما يبتدي يتقل. طبعًا أنا المعلقة مش هتنفع معايا، وهاروح أجيب المضرب السلك. كويس. في الأول كان عامل زي المَيّة وخفيف جدًا وما تقِلش من أول مرّة ولا من أول 10 دقايق. لدرجة إن أنا قُلت التركيبة دي بايظة. لأ، هي مش بايظة. بُصّوا، هو بقى كل أمّا تقلّبي فيه بيتقل. طبعًا أنا لسه ما حطيتش مَيّة، وكل أمّا تحطّي مَيّة كمان بيتقل. يعني أنا ما حطيتش غير اللتر ده بس، وأنا باوريه لكم أهو، أنا باقلّب فيه أهو. زي ما أنتم شايفين شكله، أنا ما داريتش حاجة، بالعكس أنا مبيّنة كل الفيديو بالضبط. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أساسًا ما فيش أحسن من الست في البيت، هي المدبرة لكل حاجة. الست هي العقل المدبر. الراجل لما بيمسك مصروف البيت بيجيب أي حاجة في أي حاجة، وما بيعرفش ينظم وقته. الراجل ما بيعرفش ينظم وقته. يعني أي حاجة تيجي قصاده هيجيبها، حتى لو أنتِ كنتِ عاملة له ابتديت أحط مَيّة. أنتِ بتحطي 8 لتر، ولكن أنا حطيت 7 بس. ليه حطيت 7؟ علشان يفضل تقيل، يفضل مركّز، وده براحتك، ممكن تحطي 6، بس أقل من كده لأ. هُم 8، ولكن أنا عملت 7، وكانوا بجد، بجد يعني صابون جميل جدًا. بتحطي المَيّة بالتدريج وتقلّبي. تمام. الراجل ممكن يقبض المرتب وياخده، أو لو راجل بيدّيكِ باليومية أرزاقي، بياخد الفلوس ويروح يجيب كل ما يحلى له. ممكن يجيب بيها لحوم أو فراخ بس. لكن محتاجة بصل وطماطم وربس وأريال، ومحتاجة حاجات كتير. الست اللي بتعرف تدبّر وتجيب النهارده حاجة وبُكرة حاجة. أمّا الراجل لأ، لإن الست بتعرف تضبط كل حاجة بدماغها. طبعًا يعني أنا عاوزة أقول لكم، أنا لمّا جوزي مثلًا أول ما بييجي وياخد الفلوس، أول حاجة بيروح على الجزار أو بتاع اللحمة بس، ده أول تفكيره. الجزار أو بتاع الفراخ بس. ده تفكيره. لكن أنا بافكّر وامسك ورقة وقلم واشوف هاعمل إيه بالضبط. هي الحياة كده، لإن في احتياجات تاني غير الأكل. الحياة مش أكل وشرب بس. وكمان أنا ممكن أجيب حاجة، يعني أنا ممكن أجيب نُص كيلو لحمة مثلًا يعني، بس مش دلوقتي لإن اللحمة وأجيب مثلًا وراك وفرخة، ده تتبيلي. لأ، هو ممكن يروح يجيب كيلو لحمة ونُص لحمة مفرومة ومثلًا وسجق. كل ده أنا مش هاجيبه. يعني كل اللي هو جابه ده أنا مش هاجيبه. أنا باقعد كده قدّام الحاجة وأحط إيدي على خدي، يقول لي: "أنتِ مش فرحانة؟" "مش أنا جايب." طيب فين الطماطم، فين البطاطس، فين البصل، فين الأريال، فين البريل، فين في مستلزمات تاني. أنا باجيب حاجات للأرضيات. فاهمينّي؟ دلوقتي أنا بقيت باخد من الصابون السايل و وامسح الأرض مع الفينيك أو مع ديتول، لإن الحاجة غالية صدقوني. فأنتِ الصابون ده كمان جميل جدًا، بيرغي وبينضّف بطريقة جميلة جدًا. بُصّوا شكله لسه برضُك زي ما أنتم شايفين، هو ابتدى يتقل، بس يعني مش التُقل اللي أنتم عارفينه بتاع الصابون السايل.
هبتدي اقلب كويس جدا لحد برضك ما يتقل، وكل لما يتقل هبتدي احط ميه. زي ما قلت لكم انا حطيت 7 لتر، ولكن هو مكتوب على الكيسه انه هو 8 لتر اهو. بصوا خلاص، بصوا تقل ازاي. طبعا الكاميرا ظلماه والله، تقل جدا وشكله حلو جدا. متهيألي احط له ميه تاني، احط له لتر تاني، وهبتدي برضو ان انا اظبطه. اهم حاجه التقليب المستمر. دراعك هيوجعك 10 دقايق بس هتلاقي حاجه كويسه. تمام. بصوا بقى انا خلصته خالص اهو. بصوا الكميه انا سبته كمان بس مهديش كويس. هبتدي بصوا بقى الكميه دي كلها هتعبي قد ايه. هتعبي الجيركن ده، وهتعبي ازازه بريل، وهتعبي 3 ازايز تقريبا. وعاوزه اقول لكم انا بجيب الازازه اللي هي 27 او 30 جنيه، ازازه البريل الصغيره مش الكبيره. الكبيره عدت 35، اللي هي ايه مش كبيره يعني متوسطه، مش الجيركن ده انا جبته ب70 جنيه. الجيركن البريل ده انا جبته ب70 جنيه. فانتوا متخيلين اني انا ب25 هعبي كل اللي جبته شويه ميه من الحنفيه، يعني كل اللي زودته شويه ميه من الحنفيه، يبقى ببلاش ولا لا؟ ال25 جنيه انت بتروحي بيها الدكان ما بتجيبيش كيلو رز، يعني كيلو الرز معدي ال30. تمام. او اكتر من ال25، يعني في ناس 27 28، فهي يعني. بس شوفي يعني كيلو رز بيتاكل مره واحده، انت هتعبي جيركن وهتعبي ازازه وهتعبي ازازه وهتعبي ازازه، وكمان ازازه بريل صغيره، وكمان اتبقى شويه كمان في الكوبايه. يعني بصوا انا عاوزه اقول لكم ان هو جميل جدا. يمكن الكاميرا ظلماه. اللون بتاعه وكل حاجه، هو التركيبه كلها مره واحده في نفس الكيسه، يعني عجينه انت اللي عملتيها. سهل جدا، اي حد لو طفل صغير، لو ابنك الصغير هيعملها. لو انت مش قادره هتخلي ابنك يقعد يقلب وهيشوفها لعبه كمان. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي يعجبه الفيديو بالله عليك يعمل لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ويعمل لي كومنت كويس من عنده، يعني كومنت كلمه منكم كويسه تسعدني بيكم. بصوا الكميه كلها اللي انا عملتها. بصوا ادي جيركن ازازه وفي ازايز ورا اهو بصوا انا هجيبها لكم اهي، في ازازه كمان ورا، يعني 3 ازايز والجيركن والازازه، وكمان في الكوبايه في شويه، وفي الحله في بواقي. انا هعمل ايه بقى؟ تعالي بقى انا اوريلكم الحله. بقول لكم اهو، بص اتبقى كمان شويه في الكوبايه، مش هقرب عليها، دول هغسل بيهم المواعين النهارده طول النهار اللي انتوا شايفينهم دول، لان الكميه حلوه جدا. بصوا الحله اللي كان فيها الصابون انا كنت سايباها صفرا كده عشان اعمل لكم الفيديو ده. تعالوا اوريكم. بصوا يعني الرغوه من الرغوه، انا مش حاطه صابون، انا حاطه بس الرغوه اللي موجوده. بصوا بقى، طبعا انا دراعي وجعني جدا. بصوا ما حطيتش ميه، انا كده ما حطيتش ميه في الحله عشان اغسلها، انا بغسلها من غير ميه. تمام. بالرغوه بس بتاعه الصابون اللي اتبقت في الحله. بصوا بقى، ادعكي بقى على قد ما تقدري. عاوزه اقول لكم انه كمان حلو جدا، انا دعكت الحله من بره ومن جوه، وكان فيها حاجات من بره. عاوزه اقول لكم جميل جدا، اقسم بالله العظيم على ضمانتي. يعني شوفوا انا مقسم بالله وبقول لكم على ضمانتي، يبقى صدقوني هتشطفوا الحله وهتكوني عملتي حاجه كويسه هتنفعك اسبوعين 3. زي ما انا قلت لكم ازازه البر اللي انا بجيبها بتقعد معايا 3 ايام، يعني اليوم التالت اجيب واحده تاني. بصوا الحله بتلمع ازاي اهي، بصفيها من الميه شطفتها. بصوا الجمال. ايه رايكم؟ وفي الاخر عملنا منتج هينفعنا في البيت بدون مواد كيماويه. ادي الكميه كلها. بصوا بسم الله ما شاء الله. ازازتين بريل، طبعا الريم هبط فبقيت كده في الاخر. عاوزين حاجه؟ سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.